السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله قاع تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم حلوه جزائريه تقليديه اقتصاديه بمكونات جد بسيطه ومتواجده في كل بيت. توالم بزاف للسهرات تاع رمضان، وكيف كيف توالم كيجي عندكم كش واحد على غفله توجدوها له في 10 دقائق. تبعوا معايا لا فيديو الى الاخير، ما تنسوش ديروا لي جيم وما تنسوش تبارطاجيوه مع اصدقائكم وحبابكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. بسم الله. كما كنتوا تشوفوا هنايا عندي حبه تاع بيض، نزيد عليها مبشور تاع نصف حبه ليمون، ولا تقدروا ديروا مبشور البرتقال، غرفه صغيره معمره مليح تاع لافاني، والسكر يبقى حسب الذوق. انا هنايا درت 3 مغارف كبار. نتوما اذا كنتوا تحبوا الحلاوه بزاف تقدروا ديروا 4 ولا 5، ولا ديروا غير 3 برك، راح تجي عاديه، مش حتجي حلوه بزاف، مش حتجي ناقصه سكر. نخلط مليح بالفوي ومن بعد نزيد نص كاس تاع الزيت، نضيف هكا غير بشويه ونخلط. بعد ما خلطت مليح نزيد 4 كاس تاع الحليب. الحليب ما راحش يكون بارد ولا سخون، يعني عادي. ندير كيف كيف ونخلط، ومن بعد نضيف الفرينه ونغربلها. عندي كاس فرينه هنايا، نزيد معاه غرفه صغيره تاع خميره الحلوه، ما تجيش معمره بزاف. الحلوه هذه ما تحبش الخميره بزاف كما راكم تشوفوا، ممسوحه. ونغربلهم، ومن بعد غير بالسباتيول نخلط، ونجيب الكاس الثاني ونضيف بشويه. نخلط كيف كيف غير بالسباتيول كيما هكذا، ومن بعد نبدا نخدم بيدي ونكمل نضيف الكاس الثاني تاع الفرينه، نضيفوه كامل. وانا راني نخدم بيدي ونشوف اذا خصت الفرينه ولا لا. ومن بعد كيما راكم تشوفوا هنايا زدت لها غرفه تاع ماكله تاع فرينه، ولميتها كيما هكذا. شوفوا كيفاش تجي العجينه تاعها طريه وما تتلاصقش، تجي خفيفه، وكيما راكم تشوفوا كي نشكلها تجي سهله. انا شكل كامل العجينه تاعي كيما هكذا. نورمالمون راكم عرفتوا الحلوه هذه كي درتها هكذا، واللي هي صوابع العروسه. نديرهم حبيبات الصغار ويجيو حبه رقاق، باسكو فيها الخميره راح تتنفخ وراح تولي صوابع العروس ماشي صوابع العروسه. الوغ ما ديروهمش طوال بزاف وما ديروهمش خشان باش ما يجيوكمش صامطين. وشوفوا الكميه اللي خرجت لي. انا هنا دارت لي 36 حبه. الزيت ما تسخنوش بزاف، غير تشوفوه بدا يسخن حطوا الحبات تاعكم هكذا باش ما يحمرلكمش من برا ويبقاو خضر للداخل. نحط كامل الحبات تاع صوابع العروسه ونخليهم يتقلاو غير في غرضهم. وكما راكم تشوفوا النار تكون متوسطه، وهذيك الرغوه ما دارتليش بزاف باسكو ما كثرتش الخمار. لو كان تكثروا تتعمر بالرغوه والحبات تاعكم يوليو ما يبانوش. نكمل نقليهم هكذا، ومره على مره نقلبهم، يعني غير نشوفهم بداو ياخذوا اللون نقلبهم. وانا نحب نعمر المقله باش نكملهم كامل هكذا، وباش الحبات كيف كيف يتزيروا. وكي الحبات تاعي يحمروا بيان ياخذوا هذا اللون، شوفوا كيفاش راه ذهبي، نديروه في السكر. هذا السكر انا درت له شويه تاع لافاني، وكيف كيف تقدروا ديروهم في العسيله. انا هاد العسيله خدمتها في الدار كيما هكذا، تاع العسيله راح يجيو ما شاء الله. وتاع السكر كيما قلت لكم السكر ديروا له لافاني باش يعطي ريحه وبنه شابه. نكمل كاع هكذا نرمدهم ونعسل الحبيبات كيف كيف. والحلوه تاعي جاهزه كيما راكم تشوفوا. درت النص بالسكر والنص درتو كيما هكذا بالعسيله ورشيته من الفوق بالجلجلان، يعني عندكم الاختيار.
ديروها بالسكر ولا بالعسيله. انا ما نكذبش عليكم نفضل تاع العسيله، تجي بزاف بنينه. وكما راكم تشوفوا قدمتها هكذا مع جو دورانج، تجي ما شاء الله. انا هاد الحلوه نشفى لها زمان، ماما كانت ديرها لنا سورتو في الايام تاع رمضان، كانت يبقى 10 دقائق برك للاذان توجدها لنا وتجي ما شاء الله. وكما راكم تشوفوا قسمت معكم الحبه، شوفوا كيف جات معسله لداخل وخفيفه وماشي كامل معجنه. نتمنى تكون عجبتكم، واستناوني في الفيديو جاي ان شاء الله. تهلاو في روحكم، سلام.